اهلا وسهلا اصدقائنا. اليوم محتوى مختلف شوي، مسوين بداية فلوج. اول مرة نحضر المباراة في الملعب، كريستيانو على الطبيعة في بريدة في القصيم. يا ربي كفاية وناسة. طبعا انا مع الاستاذ المحامي الاستاذ خالد. اليوم بنسوي كذا حوار ونقاش مسلي. اذا عندك قضايا ولا شيء ولا احد يجيب لك حقك وعليها زود، تبي توقف احد من الانديه. اهلا يا استاذ خالد. اهلا وسهلا. هلا بود. المفروض انك انت اللي تحاورني صح؟ اي مو بحاورك، انا مختلفين احنا تو بالراي. تقول اولا اسالك انا وش رايك بالمدرب النصر؟ مدرب ممتاز، على الرغم انه يعني لما انطرح اسمه توقعت انه مقلب، توقعت هذا يعني بيخلص المعسكر بياخذ مباراتين ويمشي، ولكن اشوفه يمكن اكثر مدرب متكامل. اذا فقد الكوره فنان، اذا ضغط فنان. ما بان الا لما جابوا قلب دفاع والمنظومه اشتغلت بشكل صح. انا اقول مدرب مخدوم لاعبين. اللعيبه تخدم المدرب اكيد، ولكن يوم اكتملت التشكيله في الضغط العالي جدا مميز في المباريات اللي راحت. ربما هذه المباراه شوي يعني لعب على الهادي لانه عارف انه فايز. بدون كوره جدا ممتاز، الحلول عنده والافكار. اذا لقى غلط يعالجه على طول في ثاني مباراه او في منتصف المباراه. فانا شايف يمكن هو الافضل الان. طيب وتبديلات اليوم ولا ما ركزت اليوم على التبديلات؟ هو بدام انه متقدم من البدايه، فالتبديلات كلها حقت اتاحه فرصه. يعني ما مثلا لو يبي يتاخر في النتيجه تمام ويدخل تبديل ويغير في النتيجه، وقتها ممكن اقول انه مثلا احكم على تبديلاته. بس اعطى فرصه للاعيبه كثير ودنا نشوفهم من زمان. علي الحسن ودنا نحكم عليه، مختار يستاهل الفرصه. لاعبين تبدنا يا رجال من 3 سنين. علي الحسن ومختار. بالنسبه للاسامي اللي في الدكه اللي مليانه واغلبها ما كان لها فائده، كثره تغيير المدربين هذا اللي يخلي مستوى لعيبه الدكه والمحليين بعموما يطلعون سيئين. لكن شوف مثلا الخيبري اتطور بشكل غير طبيعي في 5 أو 6 مباريات. والله سلطان الغنام وسلطان وغريب كلهم اتطوروا صح؟ والعقيدي هذول هم نفسهم اللي كانوا السنه اللي راحت، اللي انت كنت تغلط يعني ما تبيهم يلعبون في النادي. وش السر طيب؟ السر ايمانهم في المدرب، ومن جاور السعيد يسعد. اذا جنبك لاعب محترم، الخيبري مثلا نوال محور دفاعي ممتاز، لكن مستحيل حيك صح تزيدك غبن صحيح. والله الخيبري مستحيل يطلع الكره قدام، تعطيه الكره رجعها بنفس المكان. مستحيل يلف ولا يناظر يمين او يسار، مستحيل يطلب الكره تحت الضغط. لكن يوم شاف بروزوفيتش تعلم. بروزوفيتش اعطى درس للاعيبه الوسط في الدوري كله، مو بس في. عندي انا افضل محور صراحه. طبعا هو نصراوي خالد، فلازم يعني انه لا بدون او تقريبا الان من الافضل في العالم. صحيح من الافضل. برشلونه كان يفاوض به، متكامل دفاعيا هجومي. سلام. اللمسه الرؤيه مليان. هو المؤثر الاكثر في النصر. اي لاعب ممكن يغيب الا هو. اتوقع كريستيانو لو يغيب ممكن يتعوض تمام، الا بروزوفيتش اللي ما يتعوض. طبعا الف مبروك جمهور النصر العالمي. عندك سؤال ثاني؟ لا بالعكس مبسوط اليوم انا. ما تابعنا والله مباراتنا وبسطتني معك. اليوم حلقه جميله ولطيفه ما فيها تكليج. صرت الحالي اقلبها لغه عربيه وفصحى وتفلسف. بغيت تتابع وتحلل صح ما يصلح بالملعب. اكيد الملعب حق استمتاع. اي والله حق متعه صحيح. ما حصلت فرصه اني انا يعني اكون دقيقه واشوف ايش اللي صاير لا وملاعبنا بعد تجيب لها ملعب التعاون. الملعب هذا اي نوعا ما، لكن الجاي ان شاء الله افضل. يرفع الضغط ان شاء الله، الجاي افضل. تحياتي للجميع، وكما تعودنا تعطوني بساط نظيفه بالنشر اي زرار قدامك اصنع لكم اسجل لكم مقاطع مميزه في المستقبل. واصنع ازيل لكم كل شيء.